اتمرن كارديو في اول التمرين ولا في اخره؟ طبعا ده مرتبط بفهمك لنظم الطاقه ومرتبط باهداف العميل. فلو عميل عايز يلوز ويت، لو انت اتمرنت الحديد في الاول، ده عايز جوه جسمك جلوكوز اكتر ولا دهون اكتر؟ جلوكوز، عشان يدي لك باور في انك تقدر تسترنس او تشتغل على السترنس كويس. الجلوكوز ده كميته بتقل في جسمك بتمرين الحديد بالسترنس. يبقى جسمي هينتقل في نهايه تمرينه الحديد من اعتماده بشكل كبير على الجلوكوز، والجلوكوز ده هيقل، يبقى هيعتمد بشكل كبير على الفاتس از مين سورس اوف انرجي، كمصدر رئيسي للطاقه، صح؟ يبقى العميل ده لو انا هدفي ان انا لوز ويت وبالذات من الفاتس، مضطر امرن الكارديو في الاول ولا في الاخر؟ في الاخر. برافو عليك. لان ترتيب انتاجيه الطاقه بعد الجلوكوز هتروح على الفاتس، وانا اعتمدت على الجلوكوز من خلال السترينث. لكن مش بالضروره ده يحصل، لانك ممكن تمرن كارديو في اول التمرين، بس لو زودت زمن الكارديو في اول التمرين، السترينث هيتاثر ولا مش هيتاثر؟ هيتاثر. فانت طب انا امتى اتمرن كارديو في الاول؟ لو هدفي ان انا عايز احسن من كفاءه القلب، والعميل عايز يتمرن بسرعات عاليه شويه. يعني ممكن عميل يجي يقول لك انا عايز اتمرن هيت، هاي انتنسيتي انترفال تريننج. التدريبات الفتريه اللي شدتها عاليه، تفتكر هتعتمد على الفاتس ولا على الجلوكوز؟ على الجلوكوز عشان يديلك باور عالي. فانت لو انت عايز تحقق هدفه ده، هتقدر تحط له الهيت في اخر التمرين بعد الحديد، ولا مضطر تبدر التمرين ده او تفصل التمرين عن بعض، تخلي فيه تمرينه سترينث لوحدها وتمرينه هيت لوحدها، او يروح كلاس هيت من غير الحديد في وقت تاني عشان كميه الكارب اللي في جسمه تبقى كفايه انه يقدر يتمرن الكلاس ده. يبقى يا كوتش مش لازم الكارديو في الاول ومش لازم في الاخر، ده مرتبط بفهمك لنظم الطاقه عشان استهدف اي نظام فيهم، ومرتبط بهدف العميل ان كان هينفع يتمرن في الاول والجلوكوز يبقى هو الاساسي، او انه هيتمرن كارديو في الاخر عشان اتارجت الفاتس از مين سورس اوف انرجي.